بمناسبة فيديو السيدة المصرية اللي تم رميها من قبل جوزها في الأردن من الدور تقريبا العاشر، الحادثة دي قلبت الدنيا، كل الناس بتتكلم عنها. القصة مؤلمة، المشهد بتاع الفيديو مؤلم جدا، لكن للأسف القصة دي بتحصل كل يوم. الصدمة اللي حاصلة في المجتمع علشان بس في فيديو بيوثق الواقعة وهي بتقع وفي ايد بتزقها. لكن مثلا النهارده الصبح قبل ما اسجل الفيديو ده على طول، في سيدة في سوهاج جوزها اجبرها انها تشرب ماده كاويه وهربت من ايده بالعافيه، وللاسف عندها حروق بقى في البلعوم وفي المعده وخلافه. وطبعا لو كانت ماتت كان هيتقال ان هي انتحرت زي السيده المصريه اللي جوزها قتلها في الاردن. فكون الموضوع خد ضجه كده عشان عندنا فيديو، لكن هو كل يوم بتحصل بأسوأ الأشكال. كل يوم في سيدة بتتعرض للعنف من زوجها يصل لحد الموت، قتل. طيب نيجي لأهم سؤال بيتسأل على السوشيال ميديا حاليا: ايه اللي يخليها وهي اتعرضت على ايده للتعنيف قبل كده وفي بلاغ ضده او ومراته السابقة كذلك، ايه اللي يخليها تقعد اللي هي الضحية في جو زي ده او يوصل بيها الامر ان هو يقتلها؟ ما هي اتعرضت للعنف منه، ليه ما هربتش؟ يؤسفني ان ده الحال في اغلب قضايا العنف المنزلي مع الستات. يعني انا بيجيلي رسائل ونشرت بعضها ليكوا قبل كده لسيدات بيتعرضوا للعنف من ازواجهم. في الاول من سنين اول ما عملت الصفحه دي كانت بيجيلي رسائل بهذا الشكل، كنت بتساءل ليه؟ ايه اللي يخليكي قاعده ده كله؟ مع الوقت ومع كتر الرسائل فهمت الاغلب هم 3 اسباب مش بيخرج عنهم الموضوع. ليه الستات تستنى في بيوت معنفه الى حد الموت؟ للأسف الشديد، رقم 1، لما ساعات السيدة دي بتكون معنفة أصلا، كانت معنفة وهي طفلة ومراهقة في بيت أهلها، فالعنف الجسدي ده بالنسبة لها ما بيبقاش خط أحمر، ما بيبقاش هو الحاجة اللي بنقف عندها، لأنها اتعودت على النموذج ده من العنف. وللأسف إن أنت تصحي حد في الوضع ده عايز مجهود كبير، هي مش عارفة الأمور هتوصل لغاية فين. خلي بالكم، ما في أطفال وفتيات في سن المراهقة بيتعرضوا للعنف المنزلي من أسرهم وبيصل إلى حد الوفاة. فهتلاقي الضحية كانت معنفة في بيت أهلها، ده سبب. قد يكون السبب التاني، دي من إحدى الأسباب اللي لقيتها كتير قوي بقى، إن يكون في أطفال زي حالة الأردن لهذا السبب على ما قريت من الأخبار، إن يكون في طفل وأنا مش قادرة أعوله بالشكل الكافي، مش عارفة أروح فين، ماليش أهل أو أهلي مش هيدعموني، فبحاول أمشي المركب عشان أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة أتصرف إزاي. وده كتير من القصة اللي بتجيلي يبقى السبب ده. السبب الثالث ان الضحيه او الزوجه ما بتبقاش متخيله ان الامور هتوصل لكده، وتكون بتحب الشخص المعنف جوزها، مش متخيله ان هيوصل مع الامر ان يموتها، تبقى بتتضرب وبتتهان منه، والعنف الجسدي ده مستمر، وبيكفي عندها انه يعتذر لها بيخلص الامر. في سيده قبل كده قالت لي بعد ما حكيت لي ان جوزها بيعنفها وبيضربها ضرب مبرح لدرجه ان هو مره كسر لها مناخيرها، مره كسر لها دراعها، وفي اخر القول قالت لي بس هو حنين. انتوا متخيلين الكلمه؟ بعد كل ده هو حنين. ففي سيدات ما بيبقوش متخيلين ابدا ان الامر هيوصل لكده، بتبقى فاكره ان الموضوع ممكن ينتهي بكسره مناخير ولا كسره رجل ولا كدمه هنا ولا تعويره هنا. في ستات كتير بتستحمل، لكن للاسف بيدفعوا حياتهم ثمن في الاخر. فعشان كده لا لوم على اي سيده تكون في الوضع ده، لان الحياه صعبه ومعقده. لكن كل اللي في ايدينا نقوله للستات اللي في موضع زي ده: حبوا نفسكم، قدروها، اعرفوا قيمتها، اوعي تقبلي ان حد يسقط عليكي امراضه، عنفه، اخلاقه السيئه. حبي نفسك اولا واعرفي ان العنف لا يبرر. حقيقي الموضوع محزن. اتمنى ان كل ست في هذا الموقع ما تستناش كتير. زي ما انا دايما اقول لاي ست تجيلي وتقول انها معنفه، دايما اقول لها لو شكيتي بنسبه، مش هقول 10%، لو شكيتي بنسبه 1% ان حياتك معرضه للخطر، انفدي بجلدك، سيبي البيت وروحي لبيت اهلك، بلغي عنه لو عمل اي حاجه تهدد امانك الشخصي. لكن في العموم لو حسيتي ان في خطر على حياتك بنسبه 1%، اوعي تقعدي مكانك. كتير غيرك استنوا وكان نهايتهم الموت. في النهايه كانت معكم فيبي انور السيناريستيه، ويومكم سعيد.